بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك. النهارده هنعمل مع بعض يا حبايب قلبي كيكه الاستفندي. كيكه سهله وبسيطه ومكونات بسيطه جدا وموجوده في كل بيت، وان شاء الله تعجبكم. هنبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 3 حبات استفندي، معايا اتنين بقشرهم وواحده من غير قشر، ونقطعها بالنص ونشيل منها البذر. ماشي. معايا نص كوبايه سكر، ومعايا نص كوبايه زيت، ومعايا بيضتين هننزل بيهم في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالحاجات اللي هي السائله الاول. ننزل بالزيت، نص كوبايه زيت، وهننزل بنص كوبايه السكر، وهننزل بقى بالاستفندي زي ما قلنا 3 وحدات، 2 بقشرهم، ومعايا واحده من غير قشر. عايزه تزودي مفيش مشكله، عايزه تشيل قشر وتسيبي واحده بس ممكن. القشر ده نستخدمه، اللي احنا هنشيل نستخدمه في التخليل، نحطه مع المخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضربهم في الخلاط. الاول هنحط خل، مقدار 3 معالق كده خل كبار، معايا كمان ذرة ملح بسيطة خالص. وهنضربهم بقى في الخلاط، نضربهم كويس قوي عشان القشر ده. ماشي. معايا كمان ننسى الحاجات، معايا ورقة فانيليا. هنا يا حبايب قلبي معايا 2.5 دقيق هننخلهم، ومعايا كيس كيك شيف هنحطهم عليهم، ومعايا نشا هنحط مقدار 3 معالق نشا، ونحط كيك شيف معاهم وهننخلهم. لازم النخلة دي اللي بيديها هشاشة وطراوة. ونكون جاهزين الصينية ودهنينها ومبدرينها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل بالمكونات اللي احنا ضربناها في الخلاط كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. كله بقى ناعم ازاي. هننزل كل حاجة عشان الحاجات دي كلها خسارة، عشان دي كله تبع المقادير. وهنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتحتاج معانا مضرب خلاط كهربي ولا اي حاجه خالص، بايدينا كده اهو. هنا يا حبايب قلبي ضربت الكيكه. الدقيق يختلف من دقيق لاخر. لو اجت تقيله معاكي زودها نص كوبايه شاي، او مطرح الشفشق اللي فيه العصير. اللي بنعمل القشر الاستفندي ليه؟ عشان اللي بيدينا ريحه زي بشر البرتقال. خلاص خلصناها. هنجيب الصينيه بتاعتنا دهناها سمنه، وهنعفرها بتعفير الدقيق بسيطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل كل حاجه كده. احنا طبعا مولعين الفرن على اعلى درجه. ندخل الصينيه على درجه كام؟ 180. تقعد معانا كام؟ نص ساعه. بس خلي بالك منها برضو، مش تسهي عنها تحطيها تروح تقعدي، لا خليكي معاها على طول، بشريها واحده واحده. كده يا حبايبي ما شاء الله عليها. ندخلها الفرن، نحطها على الشبكه، ما تحطيهاش على الرف الصاج بتاع الفرن، لا على الشبكه اللي فوق الصاج على طول.
متولعيش الشوايه، ولعت الشوايه بثانيه واحده بس تاخد لون. يعني مش خدت معانا لون في الاول، في الاخر كده تيجي تطلعيها حطيتي فيها الخله طلعت نضيفه معاكي ولقيت الوش لسه ابيض، اداها ايه، ولع عليها الشوايه ثانيه واحده بس تديها لون وطفي على طول. كده طلعتها من الفرن يا حبايب قلبي، اديتها وش بس، ولعت الشوايه حاجه بسيطه، اديتها وش من فوق وتهدي النار. لو عاملاها في ازاز زي ده كده هدي النار عليها، سبتها النار عاليه شويه وارفعي الشبكه لفوق. انا كنت منزله الشبكه بس حاجه بسيطه. طلعت اهي جميله يا حبايب قلبي، هشه وجميله ازاي، طريه اسفنجيه وريحتها خرافه مش اقول لكم عليها. مشاهدة طيبة ان شاء الله، يا رب الفيديو يعجبكم ونونوا رضاكم، او تعملوا لي لايك كومنت حلو زي كده يا حبايب قلبي. مشاهدة طيبة ان شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته.